بدماغه يلمس مروان شماخ. الكرات العاليه المغرب فيهم تميز في الكرات العاليه وبيحطها حلوه لكن كان مصفر قبلها. مش ممكن على اللاعب ده جواد زايري لعيب كبير، جاب كوره رائعه كله وقف افتكرها جول. شوف الدبل كيك هنا لكن كان في فاول قبلها وعامل دبل كيك رائعه جواد زايري وراحت جول. شوف من الكرات الحلوه كان هيبقى اجمل هدف في البطوله لكن حظه وحش لان زميله مروان شماخ عمل فاول قبلها. فاول يعني ستوب، الهجمه بتعمل ستوب. تاني عاليه بيلمسها بدماغه ويتابع تاني وبيحاول يكمل الخطره دي، خطره بيكمل فيها عبد الملاك شراد لكن تطلع بره بيطلعها نور الدين نايبت. تابوت بيحاول يتابع بوتابوت ويحط جسمه واستلم ما بيفقدهاش وبيلعب كره عرضيه خطيره لبره كانت تبقى اخطر لانه بذل ايد رجراجي. في جمله منظمه بيعملوها، جواد زايري ماشي، جواد هيكمل جواد وبتنتهي بشوطه من جواد زايري وبره ضربه نار. على طول ظهيري الجنب وليد رجراجي لما بيتقدم وحسين خارجه بيتقدم بيبقى في ظهره طلال عبد الكريم قيسي يلعبها تاني لزايري. زايري بمهاره بيسلمها حلوه قوي لكن طويله زياده بشكل حلو طبعا جواد زايري لكن طويله وضربه نار. راجع جواد سوشو الفرنسي طويله يوسف من ناحيه الشمال وعايز يعدي خطره مباشره سريعه من اللاعب يوسف مختاري. الفاول بيلعبها برجله الشمال عشان تعمل لفه وفي اتجاه للمرمى عاليه وخطره وخد الفاول بذكاء طبعا الوناس جواوي. اي التحام هنا للحارس الوناس جواوي مع اي حد وهو في العالي اي لمسه على طول بياخد الفاول. غير ما يعمل فاول المره دي زايري في وسط 4 مدافعين هيعمل ايه؟ عايز يعدي من الاربعه لكن 2 ضغطوا والثالث عمل كفرنج وفاول. خد فاول جواد زايري ومتعصب اللاعب لسه متعصب وبدا في دفع للحكم. ربنا يستر في كارت احمر ممكن كارت احمر كارت اصفر. نتمنى المباراه تعدي بسلام. اللعيبه متعصبه قوي لعيبه الجزائر ومنتخب المغرب. كركوري بيلعبها وبيحطها عاليه فوق العارضه حلوه وجميله وخطيره جدا لكن في نص جول. لو في زاويه كانت دخلت لان المسافه كانت هتزيد كانت هتخش جول على طول. حلوه من يوسف صافري حطها بمهاره اهو يوسف صافري. شوفوا حضراتكم لو في زاويه تخش لان المسافه هتزيد شويه. نور الدين نايبت تاني يزيد منصوري هاتوا خد حلوه بيكمل من ناحيه الشمال يكملوا الهجمه وكره عرضيه خطره. الكره العرضيه يمسكها خالد فهمي. اجمل كوره عملوها الجزائر واخطر كوره يمكن او مؤثره شويه لغايه دلوقتي. مره ثانيه زايري يلعبها زايري تاني بوتابوت وتترد الكوره من بوتابوت عايز يشوط خطر لو شاط وشوطه واخدها من تحت. بتعلى من يزيد منصوري بيلعب في كوفنتري. كل ده ادى وقفل المباراه. الكره العاليه بدماغه بيحطها فرصه عنتر يحيى هو قدامنا في الصوره بيلعب في فريق باستيا الفرنسي وكوره من الكره الثابته. هي الكرات الثابته مؤثره. شوف اتعملت سريعه وفي غفله من دفاع المغرب طبعا. بيعدي جواد وكره عرضيه خطره لا هي عرضيه ولا هي في الجول بيمسكها الوناس جوا. الكرات العرضيه لازم تبقى لبره عشان تكمل الهجمه. تاني بوتابوت ترجع من بوتابوت يستلم زايري الكره بينما من ناحيه الشمال خطر من ناحيه الشمال مختاري ويلعبها خطره ومتابعه مفيش متابعه. اخطر كوره في المباراه اللاعب يوسف مختاري نقل وخطر في ملعب المكان اللي بقول لحضراتكم عليه اللي هو على يمين او على شمال قوس الدايره او قوس منطقه الجزاء. بتلعب التمريره البينيه الخطيره جدا اللي هي ما بتكونش في متناول حارس المرمى. اتعملت بشكل رائع للاعب يوسف مختاري ولعبها وقعت من الوناس جواوي في نص ملعب الجزائر. نايبت برضه رجع للكره العاليه. لا الكرات العاليه دي بقى انت وبختك لمسه وخطره ممكن جول. يلا جول هيحط جول هوبا جول يلا. اتعملت حلوه فرصه العمر جايه لطلال الكركوري انما مره والثانيه اتلمست حلوه قوي ونفذوها صح. عملها برضه الكره العاليه لكن اتلمست بدماغه. هنشوفها مره ثانيه مروان شماخ لمسها اهو نور الدين نايبت والكره العاليه اتلمست حلوه قوي لمسها بشكل خطير وكان يقدر يسجل جواد زايري لكن اتردت. هي شوف كركوري لكن ايه طلال الكركوري لعبها دي مش محتاجه قوه دي محتاجه مهاره محتاجه ركنه اهي لان انت فين ده انت على بعد ده انت على عند نقطه البنالتي محتاجه ركنه
هاتوا خد بتكمل ويوصل لجواد. ماشي جواد من ناحيه شمال، جواد عايز يفوت انما سابها وعدى منه حلوه، وعدى من واحد والثاني يوصل للخط وكره عرضيه خطره، كره عرضيه. المتابعه وحشه لكن يتابعها وليد رجراجي، بيزيد وليد اول مره يزيد بقى عرضيه خطره. هجمات خطيره الوقت، في خطوره بالمغرب، خطوطهم متقاربه. وليد رجراجي زايد، جواد زايري من ناحيه شمال متقدم كويس انما بيقطع الجزائر. جابوها الجزائر بالماضي، الهجمات المرتده خطيره عند الجزائر. جمال بالماضي يسلم على طول لانه كان بيجي بوشه غير مراقب. هنشوف من ناحيه اليمين يوسف مختاري يلعب كره عرضيه وخطره، الكره العرضيه وتترد مره والثانيه بيحطها. جواد زايري على طول بقى فري يا جماعه، باينه بقى حر غير مراقب اهو. جاي جواد زايري وبطن رجله حطها سندها بشكل جميل جدا. لكن المغرب الشوط الثاني بيأدوا افضل كتير من الشوط الاول. شوف اللمسه وجاي جواد زايري جول، كله وقف على انها جول. شايف انا كمان مين اهو قدامنا؟ طبعا اللاعب الكبير يوسف حجي بيسخن. يوسف حجي مش تسلل، في سقوط وانطلاقه حلوه طالع من جول خطر جول هيجيب جول يحطها. غلطه من المدافعين وغلطه من الحارس الوناس جواوي، لكن لم تستغل، لحقها بصعوبه عنتر يحيى. بيعملوا مسات التسلل. لعبها سمير بلوفه ويقدر تخلصها منه عشيو، حلوه من ناحيه اليمين عشيو. ماشي عشيو عايز يبص ويلعب كره عرضيه عشيو وتتلعب غلطه جول جوه الجول بغلطه، او الغلطه بجول على طول. خطا دفاعي استغله صح. بقول لحضراتكم الجول هيجي من كره ثابته او من خطا دفاعي وما فيش هزار اللاعب شراط كان مكملها حلوه وجول قاتل. هدف قاتل للجزائر. مش ممكن كره عرضيه حلوه اتعملت، انما المدافع هنشوفها لما يتعادل المدافع نقول مين المدافع اللي غلط هنا، لان الغلطه بجول. ومتابعه جميله، متابعه حلوه، مشي مع الكوره صح، توقعها وتابع الكوره. شوف الكوره العرضيه من عشيو اهي، عشيو عملها كروز اوفر، وشوف الغلطه الدفاعيه غيرت اتجاهها. ومتابعه من اللاعب الكبير شراط اللي بيسجل اغلى هدف له في عمره واغلى هدف له. اللاعب شراط اللي محترف في نيس، ومش قادر اوصف لحضراتكم الملعب عامل ازاي هنا. الملعب عامل ازاي، جماهير الجزائر كلها حمراء، عاملين البالونات، مش بالونات، لا عاملين الانابل الهدف الاول المغرب. هنشوف المغرب يعمل ايه، وخطر هو جول هيجيب جول حطها في القائم، مش ممكن في القائم. ومره ثانيه يعقوبي هيسكت المغرب. الملعب مولع، الملعب لونه احمر. تغيير هيخرج مين؟ ده مخرج المدافع طلال الكركوري خارج ومنزل يوسف حجي. كده هيلعب ب3 مهاجمين بس متاخر في التغيير هنا المدرب الزاكي. وليد رجراجي ويلعب كرة عالية طويلة وتترد الكرة، لكن هيضغط لو خلصها جول رايح هو جول هيجيب جول ويحطها. يلا الهجمة المرتدة يا جماعة، الكونتر اتاك بتتعمل حلوة، ونفس اللعبة اهو. شراط دخل التاريخ. شراط كان هيجيب جول تاني لولا مهارة الحارس خالد فهمي. مش ممكن، الملعب ولع، لعب واداء وكل شيء. الملعب لونه احمر ودخان وكرة حلوة ومهارات حلوة، وخاصة منتخب الجزائر. لا ده في منطقة جزاء، الفاول اتلعبت بقى بيحطها ودوا عبد السلام كان هيسجل، انما الحارس الوناس مسكها. الوناس جواوي رامي تماس للمغرب، تتنقل محمد يعقوبي في وسط 3. محمد يرجع بيها ورا، لمسه والثانيه بيسلمها يوسف لجواد وعدى خطر، هو جول هيجيب جول وكره عرضيه جول هيجيب جول هوبا جول مش ممكن، جول قاتل. الملعب هيولع تاني، جول قاتل للمغرب بتركيز وهجمه منظمه 100%، هجمه منظمه في 100%. ايه الاثاره دي، ايه المتعه دي يا جماعه؟ مش ممكن. هدف التعادل، هدف هنا وهدف هنا. اوصف واقول ايه؟ المغرب، جماهير المغرب هتتجنن، وجماهير الجزائر ساكته تماما. 1-1 امتى؟ في الوقت الضايع قبل النهايه بدقيقه، قبل ما ينتهي الوقت الضايع بدقيقه، وهدف قاتل بتركيز اللاعب اللي نزل محمد يعقوبي، مؤثر، فات كويس. شوف جماهير المغرب عامله ايه، ومتابعه في منتهى الدقه. المهاره الفرديه والحل الفردي من ناحيه الشمال عدى، وشوف المتابعه في تركيز مش هيرجعوا لو هم جايبين جول. استلم واستنى وقف وحطها. خلص مروان شماخ الهداف والهدف القاتل. لينا نصيب نشوف اكسترا تايم، ولينا نصيب نستمتع بنص ساعه اخرى من اللقاء الممتع اللي في الشوط الثاني. شوف اهو اللاعب محمد يعقوبي واستلم وحطها. ما تطولش مروان شماخ، لو لاعب تاني هنا ممكن تطول منه، انما في تركيز من مروان شماخ. ركز، يعقوبي هيلحق
يلحق محمد يعقوبي وعدى منه، عدى وصل للخط نفس المكان للخطر، خطر يعقوبي، خطر يعقوبي يلعبها. الرايه كانت اترفعت، الرايه اترفعت من جمال الهواء. هيتجنن طبعا، زعلان فاضيه، هيغير اللعب ويلعبها طويله عاليه، عاليه بيتابع كره وبيرتحم شراد، وخطر شراد، خطر جدا الراجل ده عبد الملاك شراد، بيرتحم في وسط 3 مدافعين. ابراهيم وبيعدي وبيلعب كره عرضيه مش ممكن، مش ممكن ابدا، مش ممكن ابدا. خطفها الشبكه من بره، شوطه حلوه، كله وقف فاكرينها في الشبكه من جوه، لكن هنشوف الفاول، تترد الكره، هيشوط من هنا، هيشوط ويحطها كراوش، ناصر الدين كراوش، انما يمسكها خالد فهمي على طول بايده بيسلمها ناحيه اليمين، جواد زايري من ناحيه اليمين بيعمل مشوار جواد زايري، لكن وادو عاليه بيتابع مره ثانيه مروان شماغ، توصل لحجي، استلم وعدى، خطر حجي راح، هو جول هيجيب جول ويحطها جول جميل للاعب جميل. اللاعب ده مش ممكن، يوسف حجي مش ممكن، مجهود فردي ومهاره فرديه، كل شيء فردي يا راجل. ايه الراجل ده، ايه اللعيب ده؟ يوسف حجي لاعب بس الفرنسي مش ممكن على المهاره الفرديه، ظهره للمدافع، استلم ولف وفات من المدافع وحطها فين؟ في الزاويه الضيقه، ماكره وذكاء من مصطفى حجي. هنكمل الماتش، مفيش هدف ذهبي، انما برضه يعتبر هدف قاتل، لانه في الدقيقه 7 فاضل 8 دقائق. مش ممكن على اللي هوصفه لكم هنا. الجماهير في حاله اثاره غير عاديه، جماهير الجزائر بيرموا ازايز بلاستيك، وبدا منهم جماهير تسيب الملعب وتخرج وزعلانين جدا، انما هدف قاتل للراجل ده يوسف حجي مش ممكن، مؤثر قوي. شوف 1 ضد 1 فايت ازاي وعاملها ازاي. شوف اللعبه دي مش سهله يا جماعه، عشان يعديها في الزاويه الضيقه كده منشنها. شوف الزاويه الضيقه، ما يقدرش يلعبها في الزاويه الضيقه، ما يقدرش. كورنر من ناحيه الشمال تتلعب واخده كيرفو خطره، ايه هيعمل ايه؟ استنى يوسف المختاري، راحت شويه لكن تترد تاني، يجيب جول ويلعبها جواد زايري. فرصه، اللعيب ده بيتدلع طبعا، يلعبها محمد يعقوبي ويسلمها ناحيه اليمين، جواد زايري ماشي، جواد وعدى جواد وخطر جواد وحطها، عدت من على خط الجول. لعيب والله جواد لما بيلعب مهاراته عاليه جدا، من على خط الجول كان هيجيب جول ثالث، انما بتعدي الكوره من على خط الجول مع منتخب المغرب، وبيحاول يبعد عن التسلل، هتعمل هجمه مرتده في نص الملعب فاضي، وجوه جول، هو جول، هيعدي راسه الجول، هيجيب جول جوه جول، خلص الماتش جواد زايري بمهاره واقتدار. والهدف الثالث من الكونتر اتاك، مش ممكن اللاعب ده لعيب كبير جواد زايري، لاعب سوشو الفرنسي، وخلصوا الماتش المغرب 1+1 يساوي 2. نموذج، وهم بيعملوا الكونتر اتاك سقطوا الاثنين عشان يبعدوا عن التسلل، وسابوا جواد زايري اللي زايد جاي من وضع حركه واستلم وفات وعدى ورقص الحارس باقتدار وحطها في منتهى الاتقان. جواد زايري بالمقاس جواد زايري. والهدف الثالث هدف الثالث للتأكيد يأكد ان منتخب المغرب قادر ومنتخب كبير، مفيش كلام، ومباراة كبيرة. ايضا منتخب الجزائر ادى الحقيقة من الماتشات الحلوة اللي عملها منتخب الجزائر، رغم كان ند قوي جدا للمغرب، وفي اي لحظة كان ممكن يفوز، وفي اي لحظة كان ممكن يخلص الماتش، انما معلولة مشكلته انه ما عرفش يحافظ على الهدف اللي جابه. 3-1 وكرة طويلة لكن يردها تاني بدماغه وادو. الوقت كده خلص وبدأنا في الدقيقة الأولى من الوقت الضايع. شوف اللاعب المميز وجواد زايد رابع ولا ايه، عدى وخطر، هو جول هيجيب جول رابع، عدى تاني، اعصابه ماديه وعايز راس الجول، اللاعب عايز راس الجول بره، ويصفر عبد الحكيم الشلماني، وكده يتأهل منتخب المغرب للدور السيمي فاينال ويقابل مالي يوم الأربعاء. وفي أداء